هو كما يقال فاس والكل في فاس. اليوم وصلنا للدورة 19 من مهرجان الموسيقى الوطني للموسيقى الأندلسية بمدينة فاس. أنا كما كنعتبر بدينا من المواكبة ديال المهرجان من الدورة ديالو تقريبا الدورة 15 16 17 و 18 وحنا الآن في الدورة 19. كما كنلاحظوا هاد الدورة لاحظت تطور كبير، بحيث كما كنقولوا عام على عام كيتزادوا المتتبعين ديال هذا المهرجان. كانت صعوبات في الاول، الان كما كنلاحظوا المهرجان دار واحد التطور ملحوظ، بحيث كنا من قبل كيكون في قاعات كتكون متوسطه الحجم صغيره الحجم اللي كيبقاو المتفرجين كيبقاو بقوه الكم الهائل اللي كيحضر المهرجان كيبقى الكل على برا. الان كيف ما كنلاحظوا حنا في مقر القاعه المخطط للادارسه السعه ديالها اللي كتجاوز 1500 متفرج، الان وجود اولا 2500 متفرج، لان وجود كم هائل من المتتبعين كيف ما كنلاحظوا كما لاحظ الجميع. القاعه ممتلئه عن اكملها، هذا ان دل على شيء انما يدل على المواكبه ديال الجميع للمهرجان الوطني للموسيقى الاندلسيه، كذلك المهرجانات الاخرى، المهرجان السمع والمديح، كذلك مهرجانات اخرى اللي كتكون منظمه من طرف الجماعه الحضريه لفاس. اذا ما حنا هنا الا باش نهنئوا المنظمين المهرجان، كذلك الناس القائمين على هذه التظاهره. الشكر كذلك الخصوص المنتدى تراث فاس اللي كيسهر على توثيق هذه المهرجانات، بحيث القله اللي كتساهم في تطوير المجال الموسيقى الاندلسيه او التراث الاندلسي بشكل قليل هما الناس اللي صارين عليهم. كنوجدكم الشكر وتحيه طيبه.